مساء الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنبدأ أول فيديو إن احنا عاوزين نعرف يعني ايه اكسل، ازاي نتعامل معاه من غير ما نحس ان احنا بنتعامل مع معادلات معقدة جدا. احنا محتاجين نفهم الاكسل عاوز ايه. خلينا في البداية عارفين ان الاكسل ده صديق لينا، مش برنامج معقد. الاكسل معمول علشان يساعدنا وعلشان يحسن شغلنا، يحسن الأداء بتاعنا، وبدل ما بنعمل الحاجة في ساعتين وفي 3 هو يعملها لنا جاهزة من غير أي تعب ومن غير أي مجهود. خلينا بس نعرف الإكسل إزاي نتعامل معاه علشان يدينا أفضل نتيجة إحنا محتاجينها في شغلنا. خلينا في البداية نعرف إن الإكسل ده أبليكيشن زيه زي الفيسبوك. الأبليكيشن ده جواه شيتات 1 2 3. التابة اللي تحت دي هي اللي بتضيف حاجة اسمها شيت اكسل. شايفين علامة الزائد دي؟ زودت عندي شيت اكسل، وممكن لما ادوس عليه دبل كليك واتحرك بيرتب معايا الشيتات دي بتاعتي. تمام. انا عندي هنا شيت اسمه شيت 1، شيت 2، شيت 3، شيت 4 وهكذا. لو دوست على الشيت ده كليك يمين وعملت رينيم، اقدر اني اسمي الشيت بالاسم اللي انا عايزاه، بحيث ان انا لو عندي هنا مبيعات وهنا مشتريات وهنا مصروفات اقدر اجمع ده كله داخل ملف اكسل واحد بس. طيب، خلينا نبدأ ننسق. مثلا ده شيت اكسل، خلينا كده نكبر شوية. اللي أنا واقفة عليها دي اللي متحددة باللون الأخضر دي اسمها خلية الإكسل. ليها قراءة معينة. يعني إيه قراءة معينة؟ لو بصينا من فوق كده على كل الأعمدة هنلاقي إن هي مترقمة أبجدي، A و B و C و D إلى آخره. تعالوا نروح نشوف آخر حاجة خالص في الشيت هي كام. هتلاقوها XFD. تمام. ولو جينا نرجع، عارفين يا جماعة أنا إزاي جبت آخر الشيت؟ دوست كنترول وسهم يمين، كنترول وسهم شمال، اقدر اتحرك في الشيت كله. تمام. طيب، لو بصينا على الصفوف دي هنلاقي ان هي مترقمة 1 و2 و3 و4. خلينا ندوس كنترول وننزل بسهم لتحت، هنعرف ان دي اخر خلية او ده اخر صف موجود عندي في شيت الاكسل. وعلشان نرجع فوق تاني هندوس كنترول وسهم لفوق. طيب، كده لما انا اجي اقرا الخلية بتاعتي هقراها الاول من فوق وبعدين تحت. يعني ايه؟ يعني الخلية دي اسمها A1، والخلية دي اسمها A2، والخلية دي اسمها B1، والخلية دي اسمها B2، والخلية دي اسمها C1، والخلية دي اسمها C2، وهكذا في كل الخلايا بتاعتنا. وحتى لو احنا مش كاتبين جوه الخلية هي اسمها ايه، جرب كده تقف على اي خلية فاضية، هتيجي في المنطقة دي هتلاقي ان اتكتب لك الاسم بتاع الخلية وهو الG6. اوكي، احنا دلوقتي معانا الشيت ده. لو لاحظنا ان احنا لما كتبنا اسم الخلية الاسم جاي اقصى اليسار، احنا عايزينه في النص. طيب، شايفين المثلث ده لو دوست عليه بيحدد لي الشيت بتاع الاكسل كله. طيب، ايه البديل التاني؟ ان انا اقف في اي حتة وادوس كنترول A، هو برضو بيحدد شيت الاكسل كله. فلو دوسنا هنا وحددنا الشيت بتاع الاكسل كله، ونيجي من تابة الهوم وهندوس دي نخليها في النص ونخلي دي في النص، كده خلينا الهوامش من فوق ومن تحت مظبوطة ويمين وشمال مظبوطة. دي أول حاجة أنا ببدأ أعملها في شيت الإكسل علشان لما أجي أكتب أي حاجة جوه الخلية تبقى مظبوطة وما اقعدش أنسق كل واحدة لوحدها. تمام؟ دي كده كبداية. احنا دلوقتي خلينا نعرف بقية التابات بتاعة الهوم. من هنا احنا بنقدر نغير الخط بتاعنا، ومن هنا بنقدر نختار الحجم بتاع الخط بتاعنا، ومن هنا دي بتكبر دي بتصغر الخط. من هنا نقدر نعملها بولد نخلي اللون تقيل شوية، من هنا نقدر نعملها ايطالي اللي هو يبقى مايل شوية، ومن هنا نقدر نحط خط تحت الكلمة، ونقدر نحط خطين على حسب احنا اخترنا ايه. لو احنا حددنا شوية دول كده ودوسنا فتحنا هنا الحاجة اسمها بوردر واخترنا اول بوردر، هو بيخليها تقيلة شوية على بقية الشيت بحيث ان هي تكون اوضح بالنسبة لك. لو انا بالنسبة لي الصف ده عنوان وعايزة الونه بلون معين مختلف او اعمل له هايلايت ان هو حاجة مهمة،
اقدر من هنا من علامة الكوب اللي هو فيه لون ده، اقدر من هنا اختار اي لون ان انا الون الخلية بتاعتي. ومن هنا اقدر اختار لون الخط نفسه، لون الخط اللي انا بكتب بيه نفسه، سواء اي لون انا محتاجاه. ولو دوسنا على اي حاجة طبعا more colors هو بيفتح لنا لستة الوان كبيرة جدا. طيب خلينا برضو نروح هنا، قلنا ان من هنا احنا بنقدر نوصل الكلام. هنا احنا بنقدر ممكن نخلي لو ده مثلا عنوان، لو هنا خلينا عند الدي 1 ده عنوان، احنا نقدر نخلي العنوان مكتوب بالطريقة دي، بحيث ان احنا كده مثلا خلينا شكله شيك شوية ولا حاجة، نقدر نخليه مكتوب بالطريقة دي. نقدر احنا هنا عند الدي نقدر نخليه مكتوب بالطريقة دي، نقدر نخليه مكتوب بالطريقة دي، ونقدر بقى وهكذا ان احنا نلف الكلام من هنا براحتنا. وساعات يا جماعة نكتب انجلش، يعني مثلا اكتب كده وفجأة اقلب الكيبورد، فجأة اقلب الكيبورد بتاعي ان انا عايزة اكتب عربي. طيب شفتوا هي هنا معدولة مثلا ازاي؟ عارفين لو هي مقلوبة بنعمل ايه؟ شايفين الكلمة دي left to right، من اليسار لليمين، وهنا right to left. انا اقدر اخلي الكلمة الانجليش الاول ولا العربي الاول، واقدر اظبطها عن طريق الخانة دي. تمام. تعالوا نروح على شيت تمهيدي